عايزين القرنبيط يكون مقرمش معاكم ومش شارب زيت وما يكونش طري. تعالى اقولكوا ازاي. هنجيب القرنبيطه بتاعتنا ونقلبها الناحيه التانية، وهنبدأ نشيل العروق الخضراء بالراحه بالسكينه عشان القرنبيط ما يتفرفتش معانا. بعد ما نشيل العروق الخضراء كلها هنبدأ نطلع الراس بالسكينه بالراحه بالشكل ده لحد ما نقدر نشيلها، ونبدأ نطلع القرنبيط بتاعنا بالسكينة. هيطلع معانا بقى بمنتهى السهولة من غير ما يتفرفت. فصصوه بقى زي ما انتوا عايزين، احجام كبيرة صغيرة متوسطة. انا عملته تقريبا احجام متوسطة. ناخد كل واحدة ونشيل القشرة بتاعتها الخارجية من تحت كده، بس بنشيل قشرة خفيفة قوي عشان يفضل القرنبيط بتاعنا متماسك وما يتهريش. عملت الكمية كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، انا عملته احجام متوسطة، وزي ما انتم شايفين كده هو متماسك، مش يعني ما ضعفتش الجزء اللي تحت عشان يفضل ماسك نفسه ما يتفرفتش. هنبدأ نسلقه في مية مغلية، بس مش هنسلقه قوي، هنديله نص سلقة عشان لما بنحمره بيستوي اكتر، فاحنا مش عايزينه يتهري ويبقى طعمه معجن، بحيث لما نيجي نغرز فيه الشوكة بالشكل ده كده هنلاقيها بتتغرز فيه بصعوبة شوية، فاحنا عايزين السوا ده عشان ما يتهريش مننا. وحتى لو جيتوا تدوه هتلاقوه لسه مقرمش شويه. هنسيبه في مصفى يهدى ونبدا نحضر الخليط الجاف بتاعنا. هو عباره عن نص كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، عليهم معلقتين كبار بقسماط ورشه ملح ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونقلب المكونات بتاعتنا. ده الخليط الجاف هنقلبه مع بعض، هيكون معانا بالشكل ده. نركنه على جنب ونبدأ نجهز الخليط السائل بتاعنا، عبارة عن نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، وممكن رشة شطة كمان. وهنحط كمان ورقتين كزبرة، يعني تقريبا عودين كزبرة متقطعين صغير، وما نكترش الكزبرة عشان بتغمق القرنبيط وبتطريه، فهنحط عودين بس، ونحط شوية مية ونقلب المكونات بتاعتنا كلها بالشكل ده لحد ما الخليط يكون سايل معانا نفس القوام ده كده. هنجيب بقى القرنبيط نحط في الخليط السايل ونقلبه نغلفه من بره كويس، وبعدين هنصفيه من اي زيادات من الخليط السايل. احنا مش عايزين يبقى عليه خليط سايل كتير، يا دوبك بس متغلف بطبقة خفيفة من بره. وبعد ما هنصفيه هناخده نحطه في الخليط الجاف، هنغلفه بطبقة من الخليط الجاف اللي احنا عملناه، وبرده مش عايزين الطبقة تكون سميكة، هي طبقة خفيفة بس. بعد ما هنغلفه هننفضه كده عشان لو في عندنا اي زيادات تنزل، ما تنزلش في الزيت وتبوظ لنا الزيت، وما تعملش تكتلات في القرنبيط وتخليه طعمه مش حلو. هنجهزه على طول وننزله في الزيت يكون سخن متسخن كويس جدا، ونبدأ نحمر. نجهز القرنبيط بتاعنا على طول ونحطه، يعني ما نحطوش في الخليط بتاعنا وبعدين نسيبه، لا نحطه في الزيت على طول، ونبدأ نحمره. لما يبدأ ياخد لون ذهبي كده نقلبه عشان يتحمر كويس من كل الاتجاهات. كده اتحمر معانا وبقى ممتاز جدا ما شاء الله. شايفين بقى واخد لون ذهبي فاتح جميل جدا، متحمر من كل الاتجاهات، والاحلى كمان انه ما بيشربش زيت، مش بيكون شارب زيت من جوه. هنبدأ نطلعه بقى زي ما انتم شايفين، قرمشة خطيرة خطيرة خطيرة. هنسيبه يهدى شوية. بصوا بقى القرمشة بيخروش يا جماعة، جميل قوي قوي ومش شارب زيت. هتلاقوا عليه حتى من بره مفيش طبقة زيت، خفيف جدا، لونه مش غامق عشان ما كترناش كمان الخضرة. حلوة قوي الطريقة دي، لازم تعملوها. لو لسه ما بتاكلوش القرنبيط جربوا الطريقة دي وانتوا هتاكلوه وهتحبوه جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة تانية، ومع السلامة.